صفعة جديدة لصناعة السيارات الكهربائية في أوروبا بعد انهيار عملاق صناعة البطاريات الأوروبي نورثفولت وإعلان إفلاسه. فعلى الرغم من جمع شركة نورثفولت السويدية 15 مليار دولار من التمويل والتباهي بسجل طلبات بقيمة 50 مليار دولار، تقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة بعد سلسلة من الانتكاسات، بما في ذلك تأخيرات الإنتاج والصراعات المالية والأخطاء الإدارية بحسب وول ستريت جورنال. وقبل سنوات كانت نورثفولت من الكيانات الناشئة الأعلى قيمة بأوروبا، وينظر إليها باعتبارها مستقبل الصناعة النظيفة قبل أن تتراجع أعمالها بفعل حدة التنافس مع الصين ووقف BMW التعامل معها. وتستهدف الشركة في إعادة الهيكلة جمع نحو 245 مليون دولار، من ضمنها 145 مليونا نقدا بالإضافة إلى 100 مليون دولار من قروض رأس المال. ووفقا للمعلن فإن إجمالي الديون